صالح، تحياتي لكل المتفرجين الكرام. يا هلا بك. يا أخي لازم نعرف حوايج يا أخي. الصهاينة هدفهم الأول وهم الأنظمة العربية، وعلاش؟ لأننا عندنا بترول، عندنا غاز، هذه البلدان اللي تطبع هذه يا أخي، هذه خايفين باش تكون حرب أهلية، ثم ولاو يطبعوا مع إسرائيل، ثم حنايا الشعوب دفعناهم باش يوليو يطبعوا. انت اصبحت يا اخي في هذه القناه تقول كلما ثم الانظمه، انت اصبحت رسول للصهاينه يا اخي، نقول لك وعلاش؟ عندما تتكلم على بالله عليك، يعني معقول يا رجل انت بهذه الصفاقه تتهمنا باننا رسل الصهاينه ونحن نصيح حتى بحت اصواتنا لاجل هذه القضيه، ولا نمن على اخواننا، بل هذا اقل القليل. يا رجل انت عامل لي فيها شيخ طول النهار بالاحاديث ولا تعرف حتى كيف تتعامل مع الناس. نحن رسل الله للصهاينه يا رجل. ما قلتش بانك صهيوني، ما قلتش بانك انت صهيوني. قلت يا رسول الصهاينه. لا يا اخي، ثم لازم تفهم القصد تاعي، انت زميلك يعني في الاعلام يقول لك بانك كلامك يعني مخزني، يعني يهودي، يعني انت لازم تراجع شويه نفسك يا اخي، ثم تغسيل عقلك بطرف ما خليني شكرا لك يا عبد الرزاق والله.